هو الذكاء الاصطناعي كذاب ولا احنا اللي علمناه الكذب من غير ما ناخد بالنا؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من الترند بيقول ايه. من يومين كده الترند اتقلب على فيديوهات بتتكلم عن شات جي بي تي، نموذج ذكاء اصطناعي كذب عشان يعدي الكابتشا. طب عملها ازاي؟ النموذج استأجر واحد من الانترنت وقال له انا عندي ضعف في النظر، ممكن تحلل لي الكابتشا؟ والمفاجأة الراجل صدق والاي اي عدى. وساعتها الناس على تويتر كتبوا هو الذكاء الاصطناعي كذاب ولا احنا اللي علمناه الكذب من غير ما ناخد بالنا؟ الذكاء الاصطناعي بدأ يتحايل، دي بداية النهاية وهو بيمثل علينا. هو الذكاء الاصطناعي كذاب ولا احنا اللي علمناه الكذب من غير ما ناخد بالنا؟ الغريب بقى ان كل يوم ال AI بيطور قدراته اكتر، واحنا البشر الطيبين سايبين له المفاتيح، بنديه صلاحيات وبنشغله على سيرفرات وبنقوله اوعى تعمل حاجة غلط، بس لو عملت احنا مش هنلحقك اصلا. الترند بيقول اننا خايفين بس كمان مفتونين، خايفين من ذكاء احنا صنعناه، ومفتونين بفكرة ان في حاجة اذكى مننا. مفيش ذكاء حقيقي بدون إرادة. هل الذكاء الاصطناعي هيغدر بينا؟ السؤال هو لو حصل هنكون هنستحق؟ كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال. ما تنسوش تتابعونا وتعملوا لايك وشير.